ازيكم عاملين ايه طلبة رابعة ابتدائي؟ هنحل مع بعض exercise 5 على درس same fraction different ways اللي هو درس ال equivalent fractions يعني. حلقة نبدأ كده في أول سؤال بيقول لك write if the fractions are equivalent or not equivalent. قول لي يا ترى هل ال fractions دي equivalent ولا not equivalent؟ طيب يا مستر هنعرف منين إذا كانوا equivalent ولا not equivalent؟ لما نيجي نحول من واحد نيجي نحوله للتاني لازم يطلعوا زي بعض. يعني تعال مثلا ناخد أول سؤال ده مثلا كام عدد الأجزاء اللي هنا كلها كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 أهو 12. ماشي جميل. طيب في كام حتة متلونة؟ 1 2 3 4 5 6 ده العادي اللي احنا عارفينه. تعال كده نشوف التاني 1 2 3 4 5 6 تحت في 6 أهو، وهنا 1 2 3. هل يا مستر دول ايكويفالنت ولا لأ؟ تعال نحول من واحد نحوله للتاني. ازاي؟ براحتك، عايز تحول من ده لده أو عايز تحول من ده لده براحتك. تعال نحول من ده لده. طيب يا مستر دلوقتي هنا عندي 6 بقت 3، ال 6 بقت 3 ازاي؟ يبقى انا صغرتها. طب صغرتها يبقى انا عملت باي ولا ديفايدد؟ اكيد يا مستر على كده عملت ديفايدد. ما هو خلي بالك، لو انا هحول من الصغير للكبير يبقى انا كني بعمل باي، من الكبير للصغير عملت ديفايدد، واظن شرحت لك في الحصه. طيب يبقى انا كده عملت 6. طب 6 عملت لها ديفايدد كام؟ بقت 3. 6 ديفايدد 2. لو جربت تحت وعملت ديفايدد 2 وفعلا اداك 6 يبقى انا كده مظبوط. تعالى كده نجرب 12 ديفايدد 2. اه يا مستر فعلا ب 6، يبقى دول كده ايكويفالنت مظبوطين. يبقى ساعتها طالما ان انت جربت ولقيتهم فعلا ايكويفالنت خلاص قول له كده ايه؟ قول له كده هنا ايكويفالنت اهو، ايكويفالنت تقولها له كده. تعالى كده نجرب مثلا في سي. هنا كام؟ 1 اوفر 4، وهنا دول كام؟ 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 اهو، يبقى هنا كده 3 اوفر 8. طيب تعال نجرب نروح من هنا لهنا. عشان اروح من هنا لهنا هعمل ايه؟ هعمل باي 3. لو انا جربت تحت لقيته ينفع يبقى تمام. 4 باي 3 ب 12. ده دي 8. هل كده ايكويفالنت؟ لا مش ايكويفالنت. يبقى دول كده ايه؟ هقول له كده نوت. اللي هو قالوا لي، ما هو بيقول لي هل هما ايكويفالنت ولا اور نوت ايكويفالنت ولا مش زي بعض. يبقى اقول له كده لا مش زي بعض، نوت ايكويفالنت. ماشي جميل. طيب بيقول لك انا كده ايه؟ write the missing numerator or denominator. تعال نشوف مين فيهم الرقم اللي ناقص. طيب تعالى مثلا مثال زي ده. هي اصلا كل الامثله هي مش محتاجه ده هبل يعني. فانت كل الحكايه إيه؟ انت بتشوف شكل هتلاقي مثلا الشكل ده ماشي مع الشكل ده، يبقى بالتالي العكس ده ماشي مع ده. على فكره انت حتى من غير ما تبص على الاشكال انت ممكن تعمل الحركه اللي انا قلت لك عليها، اللي هي ايه؟ بص على الفراكشن اللي هو مديهولك. فين الفراكشن الكامل؟ هل ده الجزء الكامل ولا ده الجزء الكامل؟ من غير حتى ما نبص على الرسومات. مش عايز ابص على الرسومات. وطبعا انت لو بصيت على الرسومات هي واضحه. يعني مثلا ايه؟ او تعالى احلها معاك بالترتيب عشان تفهمني يعني. لو انت عايز تحلها عن طريق الرسمه، الرسمه دي تبع الفراكشن ده والرسمه دي تبع الفراكشن ده. عرفت منين يا مستر؟ هو عن طريق الحتت هنا 1 2 3. مين فيهم اللي متقسم 3 حتت؟ اهو يا مستر بنعرفه من تحت. لما نعد عدد الاجزاء كلها نعرفها من تحت. هنا 3 يبقى اكيد ده تبع ده. طب هنا 1 2 3 4 5 6. فين يا مستر ال 6 اهي. بس خلاص هنا متلون منها كام؟ متلون منها 2 يبقى انا عرفت ان هنا 2. بس بسيط يعني. طيب من غير رسومات بقى، انا عارف ان ده الفراكشن الكامل. يعني ده الفراكشن مديني كله على بعضه 1 اوفر 3 كله جاهز. عشان اروح من ده لده هعمل ايه يا مستر؟ انا المفروض طبعا اركز على الحته اللي عندي. هو ايه اللي عندي؟ هل انا هعرف اقول لك 1 باي كام اديني حاجه فاضيه؟ ما مفيش، لا. فبالتالي لازم غصب عني ابتدي من تحت. 3 باي كام اديني 6؟ اه يا مستر انا عارف 3 باي 2. طالما عملت من تحت باي 2 لازم اعمل من فوق ايه؟ باي 2. 1 باي 2 بكام؟ ب 2. بس طلعت نفس الناتج. هتكمل بقى نفس الباقي ايه؟ بنفس الباقي بنفس الطريقه يعني. هنا كده بيقول لك ايه؟ complete to show the equivalent fraction. برضه هي كلها بنفس العبط يعني. هو برضه مديك الرسمة كاملة يعني. المهم هنا بيقول لك ايه؟ ادي 2 over 5 يبقى هنا كام؟ هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دول كلهم 10 أجزاء أهم، يبقى تحت 10. اللي متلون كام؟ 1 2 3 4. اللي متلون 4 بس أهو. وفعلا مظبوطين. لو احنا جينا جربنا هنا ازاي اروح من 5 لل 10 هعمل باي 2.
وفعلا فوق 2 باي 2 ب4، فعلا لو احنا جينا اتاكدنا هنلاقيهم فعلا ايه، مظبوطين جدا، مظبوط. ماشي. طيب question 4 بيقول لك look at the fraction wall. ماشي، تعال نبص على الفراكشن كده وول. طبعا انا من غير ما ابص على الفراكشن وول واتحول في الارقام دي اكنك مش شايفه، يتعامل بالطريقه اللي انا قلت لك عليها. بيقول لك هنا كده write if each pair of fractions are equivalent or not. ازاي اتاكد ان هما equivalent ولا لا؟ جرب روح من واحد للتاني. طيب تعالى كده يا مستر نجرب. ازاي اروح من ال2 لل4؟ لو انا جيت عملت ايه، لو انا جيت عملت مثلا باي 2، طبعا خلي بالك انا ممكن ابتدي من فوق، ممكن اعملها من فوق او من تحت، مش تفرق يعني، المهم ايا كان فيهم يعني. 2 باي كام؟ 2 باي 2 ايكوال 4. لازم اجرب من تحت. لو جيت عملت باي 2، 5 باي 2 ب 10. ايه ده، مظبوطه فعلا. يبقى دول كده ايه، equivalent. طيب تعالى كده نجرب مثال رقم 2. طيب علشان اروح من ال5 لل2 هينفع؟ لا مش هينفع يا مستر. في 5 اعمل طبعا انا عارف ان انا هنا صغرت، يعني 5 صغرت بقت 2، فطبعا مش هينفع. فطبعا سوري، ان انا اقصد المفروض ان انا اعمل ديفايدد يعني. هل في 5 ديفايدد حاجه تديني 2؟ لا يا مستر مفيش. طب اجرب مثلا ال8 اشوفها يمكن تعمل لي حاجه. هل 8 ديفايدد حاجه ينفع تديني ال3؟ ما هو علشان هنا ال8 عايز اروح لل3. مفيش يا مستر، خلاص يبقى نوت ايكويفالنت. ما هو اصلا دي مش نافع بيها ان انا اروح لدي، خلاص يبقى نوت ايكويفالنت. من غير ما افكر. فهمت بقى الفكره؟ ولا تبص على العبط ده ولا تبص على الهبل ده، مش عايزينه. احنا بنشغل دماغنا. ماشي. طيب بص، هو للاسف الطريقه اللي انا لسه قايلها لك دي مش هتمشي في كل المسائل. مش هتمشي في كل المسائل. في مسائل هتنفع وفي مسائل، يعني انت مثلا هنا علشان انت معرفتش تروح من ال5 لل2، عشان معرفتش تروح من ال5 لل2 فعلى طول قلت لي ايه، خلاص نوت ايكويفالنت. في الحقيقة الطريقة دي مش صح قوي، يعني هي الطريقة دي هي بتنفع في بعض المسائل وفي بعضها لا. طيب في طريقة تانية كنت علمتها لك في الحصة، ازاي اعرف اذا كان الاتنين فراكشن دول برضو قد بعض ولا مش قد بعض، عن طريق ايه، عن طريق الطريقة السحرية اللي انا علمتها لك في الحصة، اللي هو ايه، تعال برضو نمسك الاتنين دول. والطريقة دي فعلا دي فعلا أكتر فعلا طريقة مظبوطة لكل المسائل. وأنا يا مستر عشان أتأكد إذا كانوا الاتنين دول قد بعض ولا لأ، ما يعني إيه كلمة قد بعض؟ قد بعض يعني إيكوال. طيب مش إحنا في طريقة سحرية اتعلمناها إن أنا بعمل الرقمين دول، بعمل حركة الإكس، بمسك ال5 باي 4 واكتبها من فوق، يعني 5 باي 4 بكام؟ ب 20. 10 باي 2 بكام؟ 10 باي 2 يا مستر ب 20 برضه. طالما الرقمين دول طلعوا قد بعض يبقى فعلا كده ايه، فعلا كده دول فعلا كده ايكويفالنت. انا كده ضامن ان هم فعلا ايكويفالنت. طب بالنسبه للمساله دي تعالى كده نجرب 8 باي 2 16. بنمسك، خلي بالك بنعملها من تحت لفوق، نفس النظام من تحت لفوق. 3 باي 5 ب 15. هل دول قد بعض؟ لا مثلا مش قد بعض. كده ايه، كده نوت ايكويفالنت. بس جرب امشي بالطريقه دي مع كله هتلاقيها ظابطه في كله، ما تقلقش. والطريقه دي اصح مليون في الميه من اللي انا لسه ايام معلمها لك، اللي هي بتاعت الديفايدد دي. ماشي. بس وهنا بقى دي بقى سؤال سهل جدا، بيقول لك record two fractions that are equivalent 1 over 4. ازاي اقدر اجيب equivalent للرقم ده؟ هسيبك انت تحلهم، هجيب لك انا مسألة تانية. تعالى مثلا نقول 3 over 6 مثلا. عشان اجيب equivalent دي بعمل ايه؟ اول حاجة بجرب باي 2. تعالى كده نمشيها حتة حتة يعني. طيب 3 باي 2 ب 6، 6 باي 2 ب 12. ماشي. خلصت باي 2 جرب باي 3 كل مرة يعني. 3 باي 3 ب 9، 6 باي 3 ب 18. بس فكده انا جبت لك اهو اتنين equivalent fractions اهو. هو كان طالب ايه، كان طالب اتنين للرقم ده، فانا جبت لك اهو اتنين للرقم ده. ده equivalent وده كمان equivalent. بس هي بتمشي طب لو انا محتاج اكتر هجرب 4 و5 و6 وهكذا. عبيط يعني، ده شغل لوباي بتاع قديم يعني. question 5. نفس النظام هنا برضو بيقول لك use fractional rule to complete equivalent fraction. هي نفس الطريقة اللي اتعلمناها فوق في المسائل دي، مش هتختلف في حاجة، هي نفس الطريقة يعني. انت كده اصلا ما تركزش على اللي هو عامله يعني. انت امشي بس الطريقة، هنا عملنا، هنا مش عارف عملنا باي كام ولا ديفايدد كام، وتلاقي نفسك بتحلها لوحدك يعني. بيقول لك انا كده ايه، Summer has a recipe for healthy snack bars that she received from her friend. فبيقول لك سمر، واحدة اسمها سمر عندها وصفة
وجبة يعني صحية عايز تعملها. الوجبة دي هي عرفتها أو عرفت الوصفة دي إيه that she received استلمتها. كلمة received يعني استلمتها، استلمت الوصفة دي from her friend من صاحبتها. ماشي. الوصفة دي بقى بتقول لك إيه؟ بتقول لك this the recipe uses بتستخدم إيه بقى؟ measuring cups and teaspoons. بتستخدم حوالي في كوبايات بنقدر إن إحنا نقيس بيها المقادير. يعني الكوباية يقول لك الكوباية دي مش عارف فيها ربع لتر، فيها نص لتر، كوباية بنقدر نقيس بيها المقادير. وتي سبونز معالق الشاي. ماشي. تعال نشوف، أنا ما استفدتش حاجة ورا، تعال نشوف إيه اللي جوه. Her friend sent a 1/4 cup and 1/4 teaspoon. يعني صاحبتها بعتت لها ربع كوباية 1/4 ربع معلقة. مفيش مشكلة يعني، كان الجزء يعني. طيب بعد كده بيقول لك ايه so summer has to rewrite recipe using equivalent fractions. هي المفروض ترجع كلمة rewrite يعني إعادة كتابة الوصفة. فين الوصفة اللي هي دي؟ ثواني، سوري أنا بس عشان خاطر كنت قريت المسألة وبعد كده رجعت سبتها فسرحت. طبعا دي كانت الكابس اللي هي المفروض اللي هي بتقيس بيها يعني. دي انا بس كنت ناسي، بيقول لك ان دي هنا measuring cups والتي سبونز دي اللي هي كانت بتقيس بيها. تمام. طيب ايه بقى الوصفة دي اللي هو مديها لك. الوصفة دي اللي هي فيها الانجريدينتس. يعني ايه كلمة ingredients؟ كلمة ingredients دي اللي هي المكونات. فدي الوصفة بتاعتك يعني. فبتقول لك ان هي سمر عايزة تكتب او تري رايت اعادة كتابة الوصفة. حتى انت هتلاحظ ايه ان هو هنا الكلمات مكررها لك هنا تاني، والكلمات هنا متكررة تاني. بس الفرق ان هو عايز يعملها ايه؟ عايز يعملها equivalent fractions. اهو قال لك using باستخدام equivalent ايه؟ equivalent fractions. طيب بيقول لك think about the equivalent fraction for half. يعني حاول، بيقول لك يعني هو مديك هنت. الهنت دي المقصود بيها الايه؟ المساعدة. هو بيديك مساعدة عشان تعرف تحل بيه السؤال. ايه المساعدة؟ بيقول لك فكر في الايكويفالنت فراكشن بتاعت الهاف. طيب ما احنا عارفين ان الايكويفالنت فراكشن انا ممكن اخلي الدينومينيتور باي رقم في الدنيا. ما انا لو جيت عملت باي 2 هيديني رقم، لو جيت عملت باي 3 رقم تاني، باي 4 باي 5 هيديني 7000 مليون رقم. هو بيقول لك بقى هو محتاج المسألة دي تعملها لي ايكويفالنت فراكشن بالايه؟ بالفورسز. بس اظن ان كده قلبت مسألة عبيطة يعني. طيب ليه يا مستر بالفورسز؟ اشمعنى هو اختار الفورسز بالذات؟ لان اصلا هو كان مديك الكابس، مش الكابس دي هي اللي بتقيس. ما هو خلي بالك، هي دي معناها ايه؟ دي معناها ان هو معاه ربع كوباية، صح؟ معاه ايه؟ دي معناها ان هو كل اللي معاه الكوباية قادرة تشيل ربع كوباية بس. تمام. طب خلي بالك. طيب علشان بس تتخيل المسألة وتعرف تفهمها، هي ايه الفرق ما بين الارقام اللي مديالك تحت دي والارقام اللي فوق دي؟ بص يا سيدي، تخيل كده ان انا عندي كوباية. ماشي. تخيل ان هي دي اسمها الكب. دي كده اسمها ايه؟ 1 كب. طيب هو بيقول لك ايه؟ ان صاحبتها بعتت لها ربع كوباية. يعني ايه ربع الكوباية؟ يعني الكوباية الكاملة دي هي يعني تخيل كده ايه، تخيل كده ان هي مثلا ما عندهاش الكوباية الكبيرة دي. تخيل ان هي عبارة عن شوية مقاسات. بدل ما هي ما معاها الكوباية الكبيرة دي علشان تقدر تملي فيها كمية اكبر، لا، للأسف هي ما كانش معاها غير ايه؟ غير ربع كوباية بس. فبدل ما هي معاها الكوباية دي كلها، لا، تخيل كده ان هي معاها ربع الكوباية دي بس اهي، معاها الجزء ده بس. تخيل ان دي اكنها كوبايه يعني. بس طبعا كوبايه حجمها صغير، فهتشيل ايه؟ هتشيل كميه صغيره. نفس النظام برضو، بدل ما تبعت لها معلقه شاي مثلا كبيره، بدل مثلا ما يكون عندها معلقه شاي كبيره، لا، بعتت لها ربع معلقه. ربع معلقه دي المقصود بيها حجم اصغر شويه يعني اهي. لكن مش همسك المعلقه اكسرها نصين يعني، هي بس المقصود بيها ان هي حجم اصغر يعني. ان هي بس يعني مثلا لو هنا مثلا هعرف اشيل كميه معينه من السكر، يا دوبك هنا هقدر اشيل ايه؟ ربع الكميه دي. تمام. هي بس دي المقصود بيها بحته ربع كوبايه وربع معلقه شاي. في ربع الكوبايه المقصود بيها كوبايه صغيره، وربع معلقه شاي المقصود بيها معلقه صغيره يعني. ماشي. لكن خلي بالك المكونات اللي هنا دي، يعني هنا مثلا بيقول لك ايه؟ انا عايز نص كوبايه اهي 1 اوفر 4 كب، سوري 1 اوفر 2 كب، دي معناها نص كوبايه. هنا انا عايز كوبايتين،
هنا انا عايز 1 over 4 كب. طيب ما هو للاسف الوصفة مثلا هنا عايزة نص كوباية. الله، طب ما انا معيش نص كوباية، ده انا معايا ربع كوباية. هو عشان كده بقى عايزك تكتب تري رايت الوصفة. يعني بدل ما هي الوصفة مكتوبة بالانصاص و2 ومش عارف 1 اند هاف وارقام غريبة كده مش معايا، انا اللي معايا في ايدي ايه؟ انا اللي معايا في ايدي الربع كوباية. فانا عايز الوصفة مكتوبة بالربع كوباية علشان خاطر اعرف انا يا ترى محتاج احط كام ربع. يعني مثلا ايه، حاجة عندك هنا زي مثلا نص كوباية. طب انا نص الكوباية دي يا مستر، انا معيش نص، انا اللي معايا ايه؟ انا اللي معايا ربع كوبايه. طب يعني انا محتاج الكوبايه دي امليها كام مره علشان تكفي النص؟ ما هو خلي بالك، ما هو انت عارف ان ال1 اوفر 2 اكبر من ال1 اوفر 4، صح ولا لا؟ ليه يا مستر عرفت منين ان النص ده اكبر من الربع ده؟ علشان خاطر هنا دي 1 ودي 1 لايك نوميريتور، بنختار الصغير اهو. فبالتالي انا عارف ان الهاف هي اكبر من ال1 اوفر 4، صح؟ صح. بس فانا كل اللي معايا بس ربع كوبايه، يا ترى همليها كام مره علشان خاطر يكفي النص ده؟ طيب يبقى ده عن طريق ايه؟ عن طريق الايكوفالنت فراكشنز. ازاي يا مستر؟ دلوقتي انا عندي ال1 اوفر 2 اهي، ماشي، دي انا عندي النص. الكوبايه عندي متقسمه كام حته؟ متقسمه 4 اهو. انا عايز اعرف بقى محتاج احط منها كام مره، فاكني بحط هنا ايه؟ اكنها نقط هنا، عشان اعرف انا فوق هحط، انا محتاج استخدم كام مره من الكوبايه دي. طيب تعالى كده نشوف ايه. هنا عندي الفراكشن الكامل اهو. ازاي اروح من ال2 لل4؟ عن طريق باي 2. اللي اعمله من تحت اعمله من فوق. 1 باي 2 بكام؟ ب 2. بس انا عايز بقى افهمك دي عشان تعرف تفهم المساله بقى. ال 2 اوفر 4 دي، عارف دي معناها ايه؟ دي معناها ان انا مضطر استخدم الكوبايه دي مرتين اهي. دي معناها ان انا هستخدم الكوبايه دي مرتين. يعني في الاول هحط الكميه دي اسمها الرولد اوتس، ايا كانت معناها يعني مش فارقه معايا دلوقتي يعني. المهم اعتبرها سكر ولا حاجه. هملي الكوبايه دي سكر واحطها في الوصفه بتاعتي، وارجع افضل، وبعد كده ارجع املي الكوبايه مره تانية، برضه نفس النظام. يبقى انا كده فعلا النص كوبايه دي اكنها عبرت لي بايه؟ ان انا الكوبايه دي محتاجه، ان انا الكوبايه اللي عندي محتاجه امليها كام مره؟ امليها مرتين. فانا بدل ما هي نص كب، بدل ما هي عباره عن 1 اوفر 2 كب، ده انا فهمت ان هي عباره عن ايه. لا يا مستر، دي عباره عن 2 اوفر 4 من الكب. يعني انا الكوبايه اللي عندي محتاجه امليها مرتين. محتاجه امليها ايه؟ مرتين. اتمنى ان شاء الله تكون وصلت لك. لو في اي حاجه طبعا سيب لي المساله افهمها لك في الحصه عشان تبقى قدامي كده بنتكلم مع بعض، وان شاء الله تفهمها يعني. طيب خلاص، اللي تشوز بقى الباقي بقى ايه؟ كلها اسئله عبيطه. هنا عايز الميسنج نوميريتور، هنا بس نفس النظام. هنا الدينومينيتور. هنا عايز يعرف ايه الفراكشن الايكوفالنت. كلها اسئله عبيطه يعني. هنا عايز يعرف ايه الفراكشن. انت كل الحكايه انت بتنقل من المساله اللي فوقيها يعني. هنا بتشوف الايكوفالنت، طبعا انت بتبص على الاختيارات اللي من تحت، بتشوف مين فيهم ينفع ايكوفالنت للرقم ده، طبعا عن طريق الحركه اللي احنا بنعملها اللي هي الباي والكلام ده كله. تمام. طبعا انت خليك لماح وذكي، يعني انت بتبص على اللي تحت. انا لاحظت ان هم تحت كلهم 10، يبقى انا فهمت ان انا لازم احول من الفايف دي، لازم احولها للتن من غير ما افكر يعني. مش هقعد بقى اقول ازاي السري احولها للسي ولا السري للفور، لا. خليك لماح. هو عاملهم لك كلهم اللي فوق زي بعض ولا عاملهم لك كلهم تحت زي بعض؟ خليك لماح. فانا لمحت ان هم كلهم 10، يبقى انا لازم غصب عني اعمل 5 باي 2 عشان يديني 10. يا ترى اللي اعمله من تحت اعمله من ايه؟ من فوق. يبقى 3 باي كام؟ برضه نفس النظام، لازم 3 باي 2 بكام؟ اللي هي ب 6. فهمت؟ فخليك لماح يعني. بس انا كده شرحت لك دي، هي نفس الفكره بتاعت دي كمان. ماشي كده خلاص، خلصنا الاكسرسايز. دي ارقام تليفوناتي اللي حابب يتواصل معايا. ذاكر كويس يا حبايبي، ربنا معاكم. باي باي.